رامز جلال السنة دي في 2023 هيجيب أخوه ياسر جلال معاه في المقلب بتاعه. يا ترى هيعمل ايه؟ تعالوا معانا. في بداية الفيديو متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. رامز جلال السنة دي قرر انه يجيب أخوه ياسر جلال معاه في المقلب بتاعه، بناء على طلب الناس كل سنة بتسأله انت ليه ما بتجيبش أخوك معاك. قرر السنة دي يجيبه، بس هو عارف انه مش هيجي بالساهل وانه هيعرف. خلى راجل سعودي يتصل بياسر جلال ويكلمه، يقول له احنا معانا برنامج في السعودية محتاجينك معانا وهيعجبك اوي البرنامج. ياسر جلال قال له انا مش فاضي دلوقتي وعندي برنامج وعندي مسلسل، احنا في موسم. قال له ما تقلقش، احنا مش هنتعبك خالص، احنا كل اللي احنا محتاجينه منك هو يوم واحد بس، وهنبعت لك طيارة خاصة تجيبك وترجعك تاني. تعالى معانا وهتتبسط اوي. ياسر جلال قال له فكر. ياسر جلال بعد ما فكر قرر ان هو يوافق ويروح. سافر راح السعودية بعد ما ظبط دنيته، وراح هناك قابله الراجل وقابله المذيع السعودي وقابلته ناس كتيرة اوي كانوا مستنيين وبيرحبوا بيه. كان رامز هو اللي بعته. بعد كده دخلوا في البرنامج وعملوا البرنامج بتاعهم. بعدها حصل النور قطع وشرارة ونار كتيرة حصلت ودخلوا في المقلب بتاعهم. مش هنقول اللي حصل عشان المقلب متحرقش. بعد كده رامز طلع له من ورا الكواليس وهو عمال يضحك وجري عليه وقال له اخويا. رامز جلال كان مصدوم جدا من اللي حصل. بعدها مرة واحدة ضربه بالروسية في دماغه، وقعه على الأرض ونزل ضرب فيه. قال له أنا تعمل معايا كده؟ أنا أخوك الكبير، أنت عايز تتربى من أول وجديد، أنا لازم أربيك ورحمة أمك لأربيك من أول وجديد. أنت ما تربيتش ولا شفت تربية، أنا هوريك. السنة دي في رمضان لا تدخل لي بيت ولا أدخلك بيت ولا لسان يجي على لسانك. رامز جلال زعل جدا وياسر جلال زعل. رامز جلال قعد يحايل فيه، ده انا اخوك الصغير، ده انا مش عارف ايه، ده انا حبيبك برضو كده، ده انا بهزر معاك، انت هتزعل وتسيبني، ده احنا اخوات ملناش غير بعض. ياسر جلال زعل منه جدا وسابه وطلع على المطار وركب عربيته وراح المطار وركب وراح على مصر. وقال له المقلب ده مش هيتذاع وابقى قابلني لو اتذاع. يا ترى رامز جلال هيقدر يصالحه ويذيع المقلب ولا لأ؟ ده اللي عايزين نعرفه ومحتاجين كلنا نعرفه. وترى والمقلب السنة دي هيكون حلو ولا لأ؟ في نهاية الفيديو متنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب واشتراك وتتابعنا بكل جديد.